حبايبي يا حلوين، جيت لكم النهارده بروتين او فلوج كده. يوم الجمعه. هوريكم طبعا يومي ماشي ازاي. يوم الجمعه انا بروح عند مامتي. فهحضر معاكم شنطه سيليا، انا وسيليا يعني. الشنطه دي يا بنات بصراحه عمليه بطريقه يعني مش طبيعيه. يعني يا ريت اي مامز لو لسه بتحضر ان هي مثلا تولد والكلام ده كله، لازم أن تجيبيها. بصراحة تحفة تحفة، بتشيلي كل حاجة. طبعا كنت هقعد يومين برا البيت، فخدت بامبز. خدت طبعا 10 وحدات. طبعا انت على حسب ما انت هتقعدي قد ايه. انا يوم الجمعة ببقى عند مامتي، ويوم السبت ببقى عند حماتي. فطلعت كده لسيليا 3 قطيات، وقلت برضو احطها احتياطي. أه وحطت لها الفرش بتاعتها وازازة البرفين بتاعتها برضو. وايه بطلع لها ايه برضو 3 ترنجات كده. انا زي ما انا قلت لكم يا بنات، يعني معايا سيليا ما شاء الله 8 شهور، بس ايه يعني بتبهدل نفسها بسرعة، وانا بحب اغير لها على طول يعني. بس طبعا كنت كل ترنج احط برضو مع ايه القطاية بتاعته، علشان بحس ان انا ايه يعني القطايات التانية دي انا مطلعها ايه احتياطي يعني. بس ومعايا فستانين برضو كده بيتي، قلت برضو احطهم احتياطي برضو، علشان خاطر ايه اللي هو لو بهدلت نفسها في اي وقت عادي انا معايا هدوم احتياطية. ما ادورش مثلا ان انا لا معيش، لا ما فيش. وحطيت لقيت برضو ان انا لسه محتاجة مثلا لسيليا طقم ولا حاجة او ترنج، وحطيت طبعا ايه الترنج اللي انا هلبسه عند ايه عند حماته. طبعا كنت نسيت ان انا احط الشامبو بتاع سيليا، فرجعت ان انا حطيته. وبصوا يا بنات، طبعا كان الاول كان معانا شنطة ميك اب، لازم تبقى ايه في الشنطة بتاعتك اللي انت يعني بتشيليها. دلوقتي ما فيش الكلام ده. دلوقتي يعني انت لو نزلتي وغسلتي وشك بتبقي 100 فل وعشرة. فالحمد لله يعني هم واخدين كل وقتنا، بس ايه على قلبنا زي العسل. وربنا يرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة يا رب. بس معايا دواء السخونية اللي انا ما بقدرش امشي من غيره، ومعايا الفيدروب بتاع سالية برضو، وسرنجة احتياطية برضو، ومعايا قطرة للمناخير، ومعايا ستال، ومعايا قطرة برضو للكحة، ومضاد حيوي، وكريم اسمه ايه ده كيناكوم، وكريم للفطريات بتاعت سالية. دي الحاجات الاساسيه اللي لازما ايه ما ممشيش من غيرها بصراحه. معايا برضو توك لسالية كده، فحبيت ان انا احطها. وكده الجزء اللي تحت ده اللي بتاع الادويه تمام. بحط طبعا مناديل من الجنب برضو ايه، بحيث لو مثلا انا في الشارع ومحتاجة مثلا منديل لسيليا وكده. انا برضو بوريكم بصي يعني الجنب بتاع المنديل ده برضو تحفة، في سوستة كده ان انت تطلعي المنديل على طول. طبعا ايه اديت الدش لسيليا. كان ده يوم الجمعة يا بنات. طبعا انا قبليها بيوم حضرت الشنطة معاكم وايه، وده يوم الجمعة عملت لها برضو توكتين كده، روقت عليها يعني. بس وهي كانت بصوا قاعدة بتلعب وعمالة تتنطط ان هي ايه عارفة ان احنا ماشيين. بس طلعت لنفسي هدوم، ويا بنات لقيت نفسي بعد ما احنا نزلنا عاملين ماتشنج انا وهي رهيب. يعني انا وهي لابسين زي بعض يعتبر، جينز واللون اللي هو الكشمير ده. بس تمام كده اديني بوريكم. طبعا كنت نزلت ركبت العربية، وانا في الطريق بقى يعني ماشية عمالة طبعا العب في سيليا. طبعا هنا كنت نزلت من العربية ودخلت الشارع بتاعنا. الشارع فيه كمية زبالة يعني مش طبيعية. طبعا وطلعت كده البيت او رحت البيت عندنا. مامتي كانت محضرة فطار، ربنا يخليها لي يا رب ويديها الصحة. كانت بقى عاملة فول وطعمية وبطاطس وشكشوكة وبصي وبتنجان وجبنة قريش. طبعا خلصنا الفطار، وما طبعا ما يحلاش غير ايه شاي بالنعناع كده كوبايتين انا وست الحبايب.
طبعا كده زي ما انتوا شايفين انا بصب طبعا الشاي، وكان طعمه بصراحة يا بنات رهيب، علشان النعناع كان لسه جديد او كان اخضر كده، كان تحفة. طبعا بصوا انتوا سامعين استاذة سيليا وهي عمالة تعيط وتزن، وهي دي حالتها يعني، هي دي كده معايا، فربنا يهديها لي يا رب. بس تمام. طبعا كان الغدا حواوشي كده. وتاني يوم انا ركبت التوك توك ورحت عند حماتي زي ما انا بقول لكم، وكانت عامله عصير مانجا بجد بجد قمر زيها، يعني تعيش وتعمل لنا يا قلبي. طبعا يا بنات لو حابين ان انا اعمل لكم برضو فلوج كده عند حماتي اليوم اللي انا بروح فيه، اكتبولي وانا ان شاء الله باذن الله بس ودمتم في رعايه الله، وبحبكم قوي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.